قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش انك تصلي على نبينا محمد في التعليقات، وجهز لي بقى نفسك لقصة اكشن وانتقام من العار التقيل. فمن غير ما اطول عليكم هات مشروبك ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بثلاث اشخاص وهم داخلين بنك معين، وبيكون مستنيهم في العربية واحد مجنون حبتين اسمه بابي، وبنكتشف ان الاشخاص دول يبقوا عصابة اجرامية وداخلين البنك ده عشان ينفضوه ويسرقوا كل اللي فيه. وبعد ما بينفذوا عملية السرقة بيطلعوا يركبوا العربية مع بابي اللي بنتفاجئ انه محترف جدا في السواقة، وطبعا الشرطة بتروح وراهم عشان توقفهم وتقبض عليهم، بس بابي بيقدر يهرب منهم بطريقة ذكية جدا. وبنشوفه وهو داخل جراج معين وبيبدل هناك عربيته بواحدة تانية عشان يمنع الشرطة من مطاردتهم. وبعد ما انجز بابي مهمته بيعزم العصابة كلها على قهوة، وبنشوف وقتها زعيمهم اللي اسمه دوك وهو بيقسم الفلوس اللي هم سرقوها عليهم. لكن فرد من العصابة دي اسمه جرايف بيقول للزعيم ان بيبي مختل عقليا وما ينفعش ياخد فلوس زيهم لانه ما عملش حاجة. فبيفهموا دوك ان بيبي اهم واحد فيهم لان من غيره ما كانوش قدروا يهربوا من الشرطة ولا جم بالفلوس. وطبعا الكلام ده ما بيجيش مع جرايف وبيروح ينكش بيبي وكمان بيقلعوا النضارة بتاعته. لكننا بنلاحظ ان بيبي متجاهل الهبل بتاعه ومش مديله اي اهمية. وبعد ما بيخلص الزعيم توزيع الفلوس عليهم بينزل مع بيبي للجراج وبيديله نصيبه من العملية. لكن بيبي وقتها بيقول له انه هينفذ له عملية تانية مع العصابة وكده يبقى سدد له الدين اللي عليه. فبيتجاهل دوك اللي هو قاله وبياخد منه التليفون اللي استخدمه في عملية السرقة وبيديله واحد تاني وبعدها بيمشي. وبنشوف بيبي لما بيرجع البيت اللي هو قاعد فيه وبيكون عايش مع والده جوزيف اللي بيكون أصم. وبنلاحظ ان بيبي بيخبي الفلوس بتاعته تحت الارض عشان محدش يعرف مكانها. وبعدها بيروح يجهز الفطار لوالده اللي بيستغربوا جدا وبيسأله هو جاب الفلوس دي كلها منين. فبيفاجئنا بيبي لما بيقول له عن عملية السرقة اللي هو نفذها مع العصابة. وساعتها بيتضايق جوزيف وبيقول له ان دي مش حياته وانه شخص كويس وملوش في الحاجات دي. وبنفهم وقتها ان بيبي بيحوش الفلوس دي لانه عاوز ياخد ابوه ويغادروا المدينة عشان يعيشوا في هدوء وسلام. وبعد شوية بيكون بيبي في غرفته وبنكتشف انه مسجل كل كلمة بتقولها العصابة وهم بينفذوا عمليات السرقة، بس ده مش عشان يحمي نفسه منهم، لا ده بيدمج صوتهم بمزيكة اطفال وحاجة يعني اخر طفولية. واثناء ما هو بيلعب عينيه بتيجي على شريط كان مسجله لوالدته المتوفية، فبيفتكر الوقت اللي كان راكب فيه العربية مع ابوه وامه والاتنين كانوا بيتخانقوا وللاسف عملوا حادثة وماتوا. ومن وقتها وبابي عنده حالة نفسية وبقى قليل الكلام لدرجة التوحد. وبنشوفه بعدها وهو قاعد في مطعم وزهقان من كتر ما بيشوف الجرايم اللي هو ارتكبها منشورة في الجرايد والاخبار. لكن وقتها بتدخل بنت جميلة حبتين للمطعم اسمها دبرة، وبابي اول ما بيشوفها عينيه بتزغلل، بس بعدها بنكتشف انها شغالة اساسا في المطعم وبابي معجب بيها من زمان قوي. وبتلاحظ دبرة انه سجل صوتها وهي بتغني، فبتبدأ انها تدردش معاه وبيكون بابي مكسوف وحالته منيلة بنيلة. وبيتفاجئ وقتها ان دوك زعيم العصابة بيرن عليه، فبيضطر انه يسيب الصاروخ دي ويروح يشوف هو عاوز منه ايه. ولما بيقابله بيعرفوا دوك على العصابة الجديدة اللي هينفذ معاهم عملية السرقة. ومن ضمن الاشكال الضالة دي واحد اسمه باتس بيكون شايف ان بابي عيل اهبل وملوش في الاكشن اللي هم هيعملوه. لكن دوك بيفهمه ان بابي سواق محترف جدا ونفذ معاهم اكتر من 50 عملية سرقة من غير ما الشرطة تلمح حتى نمرة عربيته. وبيحكي الباتس انه من 10 سنين شاف بابي وهو بيسرق عربيته المرسيدس اللي كان فيها بضاعة بمبلغ محترم، ولما طرده عشان يرجعها منه اكتشف انه محترف جدا في السواقة وقدر كمان يهرب من الشرطة بطريقة صايعة. لكن للأسف العربية اتخبطت منه وولعت بالبضاعة اللي فيها، ومن ساعتها وبابي بيشتغل معاه عشان يسد ثمنهم. وبعدها بيبدأ يشرح للعصابة تفاصيل عملية السرقة اللي هم هينفذوها. لكن باتس بيقاطعه وبيقول له ان بابي قاعد يسمع اغاني ومش مركز معاهم وشكله كده ناوي يحبسهم. بس لما بيسأله دوك بيتفاجئ انه حافظ كل كلمة قالها ليهم بالتفصيل الممل، فبيسقف له دوك. وطبعا باتس بيكون هيطاق منه لكنه مش عارف يعمل له حاجة. وتاني يوم بيبدأوا تنفيذ العملية وبيدخلوا البنك اللي هيسرقوه، وبيكون بابي مستنيهم في العربية كالعادة. ولما بينجزوا العملية وبيطلعوا يركبوا مع بابي العربية بيتحرك بيهم بسرعة من المكان. لكن الشرطة بتضرب عليهم النار وبتحاول توقفهم بأي طريقة، بس بابي بيكون صايع جدا وبيقدر يفلت منهم. وبعدها بيسرقوا عربية تانية وبيرجعوا بيها على المقر قبل ما حد من الشرطة يشوفهم. لكن وقتها باتس بيسأله هو ليه منعه يقتل الضابط اللي كان بيطاردهم، فبيقول له بيبي انه ملوش ذنب. وهنا باتس بيتعصب عليه وبيهدده بالشوت جان انه لو كرر الغلطة دي تاني هيقتله.
بتقتله، وبنفهم بعدها ان القهوة اللي بيجيبها للعصابات دي بتبقى بلطجة مش عزومة ولا حاجة. ولما بيخلص دوك توزيع الفلوس على افراد العصابة بينزل مع بيبي للجراج وبيديله نصيبه من العملية، وكمان بيعرفه ان دي نهايته في عالم الجريمة بعد ما سدد الدين اللي عليه ويقدر دلوقتي يعيش بحرية. لكن قبل ما يمشي بيطلب منه يتخلص من العربية اللي نفذوا بيها المهمة، فبياخدها بيبي يبيعها خردة عند واحد من التجار، وبعدها بيروح يقعد في المطعم عشان يشوف دبرة اللي هيموت عليها. وهنا بيعرف بيبي ان هي كمان هبلة زيه وبتحب الاغاني المجنونة اللي هو بيسمعها، وبنلاحظ انهم مندمجين مع بعض وفي صفات كتيرة جدا مشتركة بينهم. ولما بيرجع للبيت بيكون فرحان جدا لانه اعتزل عالم الجريمة وكمان قرب من البنت اللي هو معجب بيها. وجوزيف هو كمان بيكون فرحان بالخبر ده، لكن ما بيكونش عاجبه انه هيقعد في البيت من غير شغل، وعشان كده بيقول له ان في محل بيتزا طالب سواقين يوصلوا له اوردرات وانه لازم يسعى لاي شغل شريف. فبيقتنع بيبي بكلامه وبيروح بالليل يقدم في محل البيتزا، وفعلا بيشتغل وبيوصل الاوردرات بسرعه جدا. ولما بيرجع للبيت بيعد المرتب بتاعه قدام جوزيف اللي بيعرفه انه فرحان جدا بيه لانه سمع كلامه ونزل الشغل. فبيشكره بيبي لانه الشخص الوحيد اللي بيحبه ودايما بينصحه يكون انسان كويس. لكن جوزيف ما يعرفش ان بيبي هيفرتك الفلوس دي على حبيبته دبرة لانه بيعزمها في مطاعم غاليه جدا. ولما بيخلصوا سهرتهم بينادي بيبي على الجرسون عشان يحاسب، لكنه بيعرفه ان الحساب مدفوع. وبيتفاجئ بيبي ان دوك زعيم العصابه هو اللي دفع الشيك وبياخده بعيد عن حبيبته دبرة عشان يتكلم معاه. لكن بيبي ما بيكونش طايق يشوفه، بس دوك بيعرفه انه عنده شغل كويس ليه بدل ما بيصرف مرتبه كله على سهره في مطعم، وبيفهمه انه سد الدين اللي عليه ودلوقتي لازم يجمع فلوس عشان يعيش فعلا حر ويسهر براحته. ومع كل الكلام ده بيرفض بيبي انه يشتغل معاه لانه قرر يعتزل عالم الجريمه. لكن وقتها دوك بيفهمه انه مش هينفذ العمليه دي من غيره وبيسيبه وبيمشي. وطبعا بيبي بيكون متردد جدا، ولما بيرجع لدبرة بتلاحظ ان وشه اتغير اول ما اتكلم مع مديره، فبيكذب عليها بيبي وبيفهمها انه عاوز يرجعه للشغل بس هو رفض لان مرتبه ضعيف. وتاني يوم بيروح دوك عند بيت بيبي وبينادي عليه عشان يحطه قدام الامر الواقع، وفعلا بينزل له بيبي وبيروح معاه عند البنك اللي ناويين انهم يسرقوه. وهناك بيطلب منه دوك انه يعرف له عدد الكاميرات والحراس اللي جوه البنك، وبيقترح عليه انه ياخد ابنه معاه عشان محدش يشك فيه. فبياخده بيبي وبيروح يعد الكاميرات اللي جوه البنك، لكن الطفل بيفاجئه انه عدهم من غير حتى ما يبص عليهم. وعشان محدش يشك فيهم بيروح يشتري طوابع من الموظفه دي اللي بتعامله كويس جدا وكمان بتدي حاجه حلوه للطفل اللي معاه. فبيحس بيبي وقتها بالذنب ان واحده زيها ممكن تموت على ايد العصابه اللي هتنفذ عمليه السرقه. ولما بيرجع لزعيمه دوك بيعرفه الحاجات اللي هو طلبها منه، وبعدها بيوصله لبيته وبيمشي. وعلى طول بيتصل بحبيبته دبرة وبيحكي لها عن العمليات الاجراميه اللي هو نفذها، وبيعرفها ان زعيم العصابه عاوزه ينفذ عمليه تانية. فبتتصدم دبرة من الكلام ده وبتساله هو ناوي يعمل ايه او هيتصرف ازاي. فبيقول لها بيبي انه عاوز ياخدها ويهرب من المدينه القذره دي، والمفاجاه انها بتوافق من غير تفكير لانها فعلا حبته. وتاني يوم بيروح للوكر بتاع العصابه، وهناك بيشرح لهم دوك تفاصيل المهمه وبيطلب منهم يروحوا يشتروا اسلحه جديده. فبيتحركوا مع بيبي بالعربيه وبيروحوا لتاجر الاسلحه اللي قال لهم عليه دوك زعيمهم. ولما بيوصلوا بيطلب باتس من بيبي انه ينزل معاهم عشان يتعلم ازاي يشتري اسلحه، بس المساعد بتاع التاجر اول ما بيشوفه ما بيكونش مرتاح له، لكن باتس بيطمنه انه وليف وما بيعضش. وساعتها بيجي التاجر يعرض لهم الاسلحه اللي هيبيعها لهم، لكن فجاه باتس بيطلع مسدسه وبيبدا يقتل فيهم واحد ورا التاني. فبيستخبى بيبي وهو مصدوم وكان هيتقتل في الزحمه، لكن باتس بيلحقوا في اخر لحظه وبيقدروا انهم يخلصوا على التاجر وكل رجالته. لكن زميله بادي بيتعصب عليه لان العصابه كانت هتقتل حبيبته ديري. فبيفهموا باتس ان الاسلحه دي كلها مزيفه وان التاجر كان باين عليه قوي انه ناوي يغدر بيهم. لكنهم بيتفاجئوا ان واحد من الرجاله لسه عايش وبيحاول يهرب من المكان. فبيمسكوا الاسلحه وبيفتحوا النار على العربيه اللي بيهرب بيها وبيدشملوها، وبعدها بياخدوا كام قنبله وبيتحركوا من المكان بعد ما بيفجروه باللي فيه. لكن وهم في الطريق بيشوف باتس مطعم قدامه، فبيطلب من بيبي انه يقف هنا لانه جعان، بس بيبي وقتها بيرفض لان ده المطعم اللي شغاله فيه دبرة حبيبته. فبيتعصب عليه باتس وبيقول له انهم لسه قاتلين 50 راجل وما فتحش بقه بكلمه، جاي هنا ويقول لا. فبيقول له بيبي ان المطعم ده اكله وحش عشان ما يروحش، لكنه بيصمم وبياخدهم وبيروحوا للمطعم. واول ما بيبي بيشوف دبرة بيعمل من بنها
قدامها عشان يفهمها ان دي العصابة. فبتفهم ديبرا وبتتقمص هي كمان الشخصية وبتاخد الاوردر منهم وبتمشي. لكن باتس مش بيهدى، ولما بتجيب لهم الاكل بيقول لها ان صاحبه بيبي ما كانش عاجبه الاكل هنا وهو عاوز يعرف فين المشكلة. فبتقول له انه اكيد شايف حاجة هما مش شايفينها، وبتديله ورقة يكتب فيها الملاحظات بتاعته. لكن اول ما بتمشي بيسأل بيبي لو يعرف البنت دي، بس هو بيكذب عليه وبيقول له انه ما يعرفهاش. فبيقرر باتس انه يروح يقتلها، لكن بيبي بيوقفه وبيفهمه انها تخصه. وبعدها بيروح يديها الحساب ومعاه منديل مكتوب فيه ميعاد هروبهم. ولما بترجع العصابة للوقر بيفهم دوك انهم خلصوا على التاجر وكل رجالته. فبيهزق باتس لانه دايما متسرع، وبيقرر انه يلغي العملية لان الشرطة هتقلب عليهم الدنيا لحد ما تمسكهم. لكن باتس وزمايله بيكونوا معترضين وبيقولوا للزعيم انهم قتلوا كل الرجالة والموضوع مش هيتكشف دلوقتي. وهنا دوك بيسأل بيبي لو هو كمان عاوزهم ينفذوا العملية، فبيقول له انهم فعلا لازم ينفذوها في الميعاد، وبنفهم انه مش فارق معاه لانه هيهرب مع حبيبته بالليل. وبيستناهم لحد ما بيناموا كلهم، وبيروح ياخد العربية عشان يهرب، لكنه بيتفاجئ ببادي في وشه وبيسأله هو رايح فين. وساعتها بيتوتر بيبي وبيقول له انه رايح يشرب قهوة وراجع على طول. لكن فجأة بيجي باتس هو كمان وبيطلع جهاز التسجيل بتاع بيبي من جيبه وبيسأله هو ناوي يعمل ايه بالتسجيلات دي. فبيقول له بيبي انه تافه حبتين وبيركب صوتهم على موسيقى وبيرقص عليها. وطبعا باتس ما بيصدقش الهبل اللي قاله وبيكون مقتنع انه ناوي يبلغ عنهم الشرطة. فبيقول له بيبي انه محتفظ بشرايط كتيرة جدا في شقته، ده في حالة يعني انه لسه مش مصدقه. فبيديله باتس يد بيفقدوا الوعي وبيجيبوا التسجيلات كلها، وبيكون دوك متعصب جدا لانه كان واثق فيه انه مش هيخونه. بس اول ما بيسمعوا التسجيلات اللي هو عاملها بيتاكدوا انه هبل فعلا، وبيروحوا تاني يوم ينفذوا العمليه. ولما بيوصلوا هناك بينزل باتس وباقي عصابته ويقتحموا البنك عشان يسرقوه. لكن بيبي وقتها بيشوف الموظفه اللي قابلها جوه قبل كده، فبيديها اشاره انها ما تدخلش، بس هي بتشك فيه وبتروح تجيب له واحد من حراس البنك. لكن قبل ما يوصل له بيطلع باتس وبيقتله، وبيركبوا كلهم العربيه وبيطلبوا من بيبي انه يتحرك فورا، لكنه بيكون مصدوم جدا وبيفضل واقف مكانه. فبيهددوا باتس انه يتحرك حالا والا هيقتله. فبينفذ بيبي كلامه وبيدوس بنزين ناحيه حديد مسلح قدامه وبيدخل في جسم باتس وبيقتله. وساعتها بينزل بودي عشان ينتقم من بيبي، لكنه بيتفاجئ برجاله الشرطه جايه وراهم. فبيضربوا عليهم النار وبيطلعوا يجروا كلهم، وبيبعد بيبي عنهم وبيروح لمول قدامه وبيغير هدومه قبل ما حد يتعرف عليه. لكن وقتها بيلاقي الشرطه بتدور عليه في المول، وطبعا بيطلع يجري بكل سرعته وبيحاول يهرب منهم. وبعد مطارده طويله جدا بيوصل عند عربيه في جراج وبيقدر انه يسرقها وبيجري بيها. لكن في طريقه بيخبط في عربيه وبيكتشف ان فيها بادي وحبيبته ديري اللي بيفضلوا يشتموه لانه السبب في المصايب دي كلها. ولما بينزلوا يركبوا معاه بيلاقوا الشرطه محاصراهم، فبتضرب ديري عليهم النار، لكنها بتاخد كام طلقه بيخلصوا عليها. فبيتصدم بادي ان حبيبته ماتت وبيقوم يقتل في رجاله الشرطه واحد ورا التاني. وبعدها بيقرر يقتل بيبي لانه السبب في موتها، لكن بيبي بيطلع يجري منه وبيروح يسرق عربيه تانيه وبيرجع بيها لبيته. لكنه بيلاقي الدنيا متبهدله خالص وابوه مرمي على الارض وحالته سيئه جدا. فبيروح يطلع كل الفلوس اللي هو محوشها وبياخد ابوه لاقرب دار رعايه عشان يبقى في امان، وبيوعده انه هيجيله تاني عشان يطمن عليه. وبعدها بيسيبه وبيروح المطعم اللي شغاله فيه حبيبته ديبرا عشان ينفذوا خطتهم ويهربوا. لكنه بيتفاجئ ان بادي اصلا قاعد مستنيه عشان ينتقم منه لموت حبيبته ديري. بس وقتها بيدخل شرطي للمطعم، وساعتها بادي بيخبي سلاحه لانه اصلا مطلوب القبض عليه. لكن بيبي بيفاجئنا لما بياخد هو المسدس وبيضرب عليه النار، وبعدها بيطلع يجري مع حبيبته ديبرا. وبعد شويه بنشوفه وهو بيسرق عربيه دوج من العيال المتنيه دي وبيروح بيها للوكر بتاع دوك زعيم العصابه. وهناك بيعرض عليه بيبي فلوس كتيره جدا في مقابل انه يديله شريط التسجيل اللي عليه صوت والدته المتوفيه. فبيتعصب عليه الزعيم لانه السبب في موت زمايله، وكمان هيخليه يهرب من المدينه لان الشرطه قلبت الدنيا عليه. لكن في النهايه بيوافق وبيديله الشريط، وبعدها بياخده للجراج عشان يسلموا عربيه يهرب بيها مع حبيبته. بس فجاه بيلاقوا قدامهم 3 من رجاله تاجر السلاح اللي قتلوه. فبيضرب دوك عليهم النار وبيقتلهم، لكنه بيتصف كتفه. والمفاجاه ان الشرطه كمان بتوصل لهم، بس دوك بيطلب من بيبي انه يهرب وهو هيتصرف معاهم. لكن بيبي بيكتشف ان بادي هو اللي سايق العربيه دي وبيطير بيها دوك وبيقتله. وبعدها بيقرر يقتل بيبي هو كمان، لكنه بيضرب عليه النار وبينط فوق العربيه قبل ما تدمر جسمه. وبيروح بسرعه يسرق عربيه عشان يهرب بيها مع ديبرا، لكن بادي بيقف في طريقه
طريقه وشكله كده مش بيستسلم بسهولة. وفي الوقت ده بتيجي فكرة لبابي، وهي انه يخلي دبرة حبيبته تلفت انتباهه وهو بيدخل فيه بالعربية عشان يقتله. بس بادي وقتها بيضرب عليه النار وبيحاول يقتله هو كمان، لكن بابي بيدوس بنزين وبيوقعه بالعربية بتاعته من الدور التاني. وبعدها بينزل يتأكد انه فعلا مات، لكنه بيظهر فجأة من جنبه وبيوجه سلاحه عليه عشان يقتله. وهنا بتلاقي دبرة عتلة حديد في العربية، فبتاخدها وبتنزل ضرب في بادي وبتوقع منه المسدس. فبيمسكوا بابي وبيضربوا بالنار في رجله بيخليه يتحرك بعشوائية لحد ما بيقع على العربية اللي بتنفجر فيه وبتقتله. وبعد شوية بيكونوا سرقوا عربية تانية وخارجين من المدينة عشان يتجوزوا ويقضوا حياتهم سوا. لكن فجأة بيلاقوا عربيات الشرطة قافلة الجسر عليهم، فبيقرر بابي انه يسلم نفسه ليهم وبيودع حبيبته دبرة وبعدها بينزل لهم. ولما بيجي وقت الحكم عليه بنلاقي الناس اللي انقذهم وساعدهم بيدافعوا عنه في المحكمة. حتى جوزيف ابوه بيجي يقول للقاضي ان دوكز عامل عصابة وهو اللي خلاه ينفذ الجرائم دي غصب عنه، انما هو طيب جدا وغلبان. وساعتها القاضي بيتعاطف معاه وبيقرر انه يحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنين. وبعد ما بيقضيهم بابي بيطلع يلاقي قدامه المزة بتاعته مستنياه، وفعلا بيتجوزوا وبيكملوا حياتهم سوا في هدوء وسعادة. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتقول لنا رايك في قصة الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.